السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد مختلف لان مفهوش ماما لولا. اكيد بوجود ماما لولا بيكون الفيديو جميل جدا، بس للاسف ماما لولا تعبانة شوية كده، معاها دور برد. فانا قلت بقى هعمل الاكل فوق وانزل لها كده وافرحها وتاكل وتتدفى في البرد اللي احنا فيه ده. المهم، هنعمل صينية بطاطس بالفراخ وهنعمل شوية رز بالشعرية. اول حاجة حطيت في الكب زي انتوا شايفين كده بصلتين او بصلاية وقرن فلفل وشوية طماطم وسيبناهم يتضربوا. وجينا هنا بنحط في الصينية فيها شوية زيت على سمنة وبنشوح الفراخ. اول حاجة بنشوح الفراخ ونقلبها على الجنبين زي ما انتوا شايفين كده. وكده هي كانت اتشوحت كده التشويحة اللي انا عايزاها يعني. بدأت ان انا اطلعها عشان هنعمل حاجة في الصينية. اول حاجة البصل. البهارات اللي انتوا شفتوها عبارة عن كزبرة ناشفة، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة فلفل، معلقة ملح، وحطيتهم على البصلة ونزلت بيهم على الزيت في الصينية اللي احنا مشوحين بيها فيها الفراخ. وحطيت معاهم الفلفل كمان يتشوح تشويحة كده، مش تحميرة، تشويحة بسيطة تاخد وتدي مع البهارات كده. وبرضو هنزل بالبطاطس، برضو هنزل عليها اديها تشويحة برضو بتدي. جربوها، اللي ما بتعملش صينية البطاطس بالطريقة دي جربوها والله تحفة. جربوها مش هتندموا. وبقلبها برضو من تحت وفوق وهبدأ اسويها. وبعد ما تتشوح التشويح اللي انا عايزاه بنزل عليها بالفراخ، وبعدين انزل عليها باللي انا ضربته في الكب، اللي هي شوية الطماطم والبصل والفلفل الاخضر بس. وكده كنت غطيت عليها. وهنا هعمل شوية رز بالشعرية. هنا كنت بحمر الشعرية. انا مش مطولة الفيديو معاكم عشان ما تملوش، انا عاملة الفيديو بسيط كده وصغير. وهنا بعد الشعرية ما خدت اللون الجميل بتاعنا نزلت عليها بالرز ونزلت عليها بالمياه المغلية. وهنا هحط لها شوية ملح، مش هحط حاجة تانية. وهنا بعد صينية البطاطس ما استوت حطيت في الفرن، خدت وش جميل كده والرز كان استوى. وكده كنت غرفت بقى كل واحد طبقه كده. بس كده هاخد الاكل بقى الجميل ده وانزل افرح بيه حماتي. متنسوش اللايك والشير. سلام عليكم.